السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة كوسة مقطعاها طرنشات كده وحطاها في صينية مجهزاها هدخلها الفرن، ومعايا بطاطس برضو مقطعاها طرنشات كده صغيرة هنعمله النهاردة في الفرن يا جماعة. ومعايا فراخ مقطعاها بالشكل ده كده، مقطعاها يا جماعة ومفتحاها كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وسايبه فرخه سليمه بس ايه مشققاها مفتحاها يعني عشان الحشو بتاعتنا يدخل جوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يبقى الفراخ والبطاطس والكوسه. معايا هنا بصل وجزر وفلفل الوان وفلفل حامي. معايا هنا بهاراتي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ملح وفلفل اسود وكمون اهو، ملح وفلفل اسود وكمون، حط ملح زي ما انا عايزه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا هيل مطحون وكركم وكاري وبهارات دواجن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هدعك الجزر بالفلفل بالبصل يا جماعه كده اهوت، وايه واحط على الصواني كل صينيه هضيف عليها شويه وهزودها ميه وشويه زيت وهدخلها الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، حبات كده على الحبه، شويه على الكوسه وشويه على البطاطس، بس هكتر الجزر في البطاطس يعني، او الاغلب الجزر هحطه في البطاطس هنا معانا، بيدي شكل حلو قوي وبيدي طعم جميل مع البطاطس. طبعا اغلب البصل بالجزر بالفلفل بالجميع البهارات اهو هحط يا بنات فين مع الفراخ، على الفراخ على طول بس كده. وهحط شويه ميه وزيت، بس هي الميه بتسخن دلوقتي في الفرن. هحط الزيت كده يا بنات في كل صينيه معلقتين زيت بس مش كتير، وعلى الفراخ برضو معلقه صغيره زيت كده، وهنضيف عليها الميه كده وهندخلها الفرن. هذا صينيه البطاطس وده صينيه البطاطس وده صينيه الكوسه. معايا هنا طماطم كنت مسبكاها معاكم على الصفحه، هحط شويه صغيرين جدا على البطاطس وبرده شويه صغيرين جدا على الكوسه يا بنات او يا شباب. الكوسه ما بتحبش القطه كتير عشان تبقوا بس فاهمين. هات يا دنيا الميه السخنه بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. جابت لي الميه السخنه دنيا اهي. هنحط شويه كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، في الصواني يا حبايبي. وهحط شويه على الكوسه زي ما انتم شايفين كده بس كده، مش هنحط كتير. الكوسه ما بتاخدش ميه كتير، الكوسه بتجيب ميه. هنحط بس على اللهم صل على النبي، على البطاطس زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهوت. دي صينيه البطاطس اهي يا بنات اهي شايفين، ودي صينيه الكوسه معاكم اهي. الكوسه نصها بس ميه، بس الكوسه بتجيب ميه كمان لان البصل كتير فيها وهيجيب ميه هو كمان. بقيه البصل هحطها انا على الفراخ، مش هنحط فيها ميه، هي الفراخ بتتشوي من غير ميه بس، وهندخلها الفرن واول ما تطلع هنخليكم تشوفوها. والحمد لله يا جماعه بعد ما عملنا معاكم الفراخ بتاعتنا في الفرن اهي يا بنات، بسم الله ما شاء الله. فراخ مشويه بالبصل والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والجزر والبهارات بتاعتنا اللي حطيناها قدامكم. حطيناه كله في الصينيه من غير ولا نقطه ميه. هي يا جماعه بتاع البصله دي، انتوا طبعا شايفين انا عامله 1.5 كيلو بصل. البصله دي بتطرى وبتجيب ميه وبتبقى فيها ميه كتير. طبعا الفراخ دي بيبقى طعم ولون اجمل مليون مره من الفراخ المشويه على الناشف يعني. خلصت كده معانا الفراخ اهي يا جماعه، الحمد لله رب العالمين. خلصت صينيه الكوسه معانا اهي يا جماعه، خلصت صينيه البطاطس اهي يا جماعه. خلي ايدك هنا خلصت يا جماعه معانا صينيه البطاطس، صينيه الكوسه، صينيه الفراخ. لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده احنا هنعملها. تمام. وخلص معانا الاكل يا جماعه، واحنا هنا بنكلمكم من اوضه الفرن بتاعتنا بالاكل بتاعنا اهو يا جماعه. عايزه القط الصوره الجميله دي بس مش عارفه القطها ازاي. تيجي تلقطها لي يا ادب. يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معاكم اهو يا جماعه في اوضه الفرن بتاعتنا. خدت صوره يا ادم؟ تمام. احنا معاكم اهو يا جماعه في اوضه الفرن. والله العظيم الاضاءه ظلمه الاكل بتاعنا جدا. دنيا عملت رز بالشعريه جميل معاها، وصينيه الكوسه اهي يا حبايب قلبي اهي، وصينيه البطاطس اهي ناشفه، كله ناشف وكله بعرقه وكله ني في ني وكله جميل. وهنقول الف هنا وشفا علينا هنا، والف هنا وشفا للي يعمل زينا. بحبكم في الله. تحياتي لكم جميعا في صداع الجعلي. سلام عليكم. افلي